صباح الخير، صباح الفل، صباح الجمال على كل متابعينا ومشاهدين مطبخ لايف. معاكم مي صيام. كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير وصحه وسعاده في الايام الجميله اللي احنا فيها دي، يا رب ربنا يعيده علينا بخير باذن الله. النهارده ان شاء الله نعمل مع بعض كده منيو حلو يعجبكم. نعمل مع بعض جلاش بالكاستر، وهنلفه كده لفه مختلفه شويه، مش هنعملها صينيه عاديه، وهنعمل صينيه لحمه بالبصل. وممكن نحط معاها بطاطسيه كمان، هقول لكم برده طريقتها بسيطه جدا وما فيهاش اي مكونات. ونعمل مع بعض سلطه طحينه اقتصاديه وسهله جدا وموفره جدا جدا، ان شاء الله تعجبكم. نبدا على طول بالمنيو بتاعتنا. انا هبدا بالجلاش عشان هيخش الفرن فياخد اللون بتاعه براحته على مهله. وبعد كده نعمل اللحمه، تمام؟ عشان اللحمه مش تاخد معايا وقت، لان اللحمه هي هتبقى عباره عن بفتيك، فالبفتيك يا دوبك ما بياخدش سوا كتير. هنحتاج للجلاش، هنحتاج لفه جلاش، وهنحتاج 3 معالق كبار من الكاستر، وكوبايه و3 كوبايات لبن. يا جماعه مش كوب لبن، 3 الكاستر يا جماعه زي النشا، معلقه النشا معلقه الكاستر بتاخد كوبايه لبن. معلش انتوا صلحوها عندكم، خلوها 3 لبن، وفانيليا اختياري، وسمنه طبعا للجلاش. الفانيليا كده كده عشان ريحه الكاستر، بس الكاستر لو ريحه الفانيليا، طعم الفانيليا، خلاص مش هتحتاجوا ان انتوا تحطوا فانيليا. اول حاجه هعملها ان انا هدوب الكاستر في اللبن وهو ساقع، وبعدين اشغل عليهم النار. اي حشوه بحشي بيها، يعني لو حتى لو عملنا مهلبيه او اللي هي القشطه الكدابه، اي حشوه بحشي بيها ما بحط لها السكر. بنكتفي بالعسل اللي هنسقي بيه او الشربات اللي هنسقي بيه يعني. بعد كده حابين تحطوا رشه سكر او معلقه سكر، ده حاجه ترجع لكم، بس دايما خلوها تبقى معتدله. لما تبقى من غير سكر ونحط لها احنا بقى الشربات بتاعها، لان كده كده بنحط شربات تقيل للجلاش، هيشرب الكريمه هتشرب من الشربات اللي احنا حطيناها، وتبقى طعمها حلو جدا، ما تبقاش تجزع يعني واحنا بناكلها. انا هقلب كده على الكاستر مع اللبن لحد ما يغلي ويتقل. تقدروا تخلوا بدل الكاستر ده القشطه الكدابه او الكريمه الكدابه، اللي هي 3 معالق برده من النشا على 3 كوبايات من اللبن، وندوب على البارد الاول، وبعد كده نحطها على النار نقلب فيها تغلي، نطفي عليها نحط لها شويه فانيليا. حابين نحط لها معلقه قشطه بتاعت وش اللبن نحط، حابين نحط معلقه كريم جانتيه خام نحط. الحاجات دي كلها بتدي طعم وبتزود القيمه الغذائيه مش اكتر، لكن مش اساسيه معانا، هو الاساسي النشا واللبن والفانيليا. عايزه بس اسخن السمنه بتاعتي اللي هندهن بيها الجلاش. في سؤال تسأل على الزبادي مش بيمسك معاها ليه؟ هقولك الزبادي، جيبي كيلو من اللبن بتاع اللبان، اللبن البلدي بتاعنا، يتغلي وتسيبيه يبرد. حابه تبيتيه في التلاجة عشان تاني يوم تشيلي القشطه عشان ما يبقاش الزبادي تقيل، مفيش مشكله، بيتيه في التلاجة وتشيلي القشطه وبعد كده تشتغلي بيه، مفيش مشكله. المهم اللبن يبقى دافي، زي الرضعه بتاعت البيبي كده، يعني لما نحط صباعنا فيه يبقى دافي، بس احنا مش سخن مش لسانه ومش ساقع، بالظبط زي ما بتعملي الرضعه كده بتاعت البيبي. نجيب علبه من الزبادي، ناخد من اللبن ده معلقتين نحطهم على علبه الزبادي ونقلبهم كويس مع بعض لحد ما نحس ان هو اختلط كله. برجعه تاني على كيلو اللبن، وبالمضرب زي ده كده نقلبه عشان نتاكد ان مفيش اي تكتلات. نقلبه كويس قوي، وبعدين نحطه في البولات او في البرامات الصغننه المتاحه عندكم. لو حابين نتيجه يعني تبقى كريمي اكتر، صفوه، عدوا يعني عدي الزبادي باللبن في مع مصفى الاول، وبعد كده حطيه بقى في الكوبايات او في البرامات، نحطهم في صينيه واسعه او في حله، ونغلي ميه على النار او في اي حته نغلي يعني ميه،
احنا نغلي الميه قبل ما نبدا نشتغل في الزبادي عشان الميه تكون هديت سنه، عشان احنا مش عايزينها تبقى مغليه قوي، يعني تبقى سخنه بس مش مغليه قوي. وبعدين نحطها على في الصينيه بتاعتنا اللي فيها كوبايه الزبادي، ونغطيها كويس قوي ونسيبها في مكان دافي. مش لازم الفرن ومش لازم يكون شغال، هو الميه السخنه هي هتسوي، بس الميه المغليه قوي هتخليه يبقى عامل زي الجبنه شويه، فالميه تبقى تتغلي ونسيبها تريح بس عبال ما نخلص باقي الخطوات. الكاستر تقل معايا اهو، هو غلي. طالما غلي يبقى كده احنا لازم نشوف بقى القوام بتاعه. القوام لو خفيف بنزود حبه كمان. هو عاده لما بكون الواحد بيعمل حاجه بالمهلبيه او بالكريمه الكدابه او بالكاستر لازم نسيب الكاستر يبرد، فلما هيبرد هيتقل وهيمسك. بس احنا عشان مستعجلين فانا محتاجه اشتغل بيه دلوقتي، فانا ممكن ازود له معلقه واحده كاستر عشان يمسك معايا اسرع. لكن هو ده كده القوام بتاعه مظبوط جدا. لو ليكي في البيت على بال ما هتعمليه وتجهزي بقى المكونات هيكون تقل معاكي. فانا هجيب بس كويس ان هو كمان ايه، عشان في ناس بتبقى عندها مشكله لما نحب نزود معلقه نشا او معلقه كاستر بنعمل ايه. ما ينفعش بقى دلوقتي نحطها على طول على اللبن، لازم تتذوب الاول. معلقه فحبه بقى ميه حبه لبن مش هتفرق. نجيب حبه ميه ممكن اهي في معانا، وندوبها الاول. الكلام ده حتى برضو في المهلبيه او في الكريمه الكدابه ندوبها الاول كده. ما ينفعش نحط النشا على حاجه سخنه، لازم اتاكد انها كده اهي ده يبقى معايا تماما. ازودها بص، هو مجرد ما سبته الثانيتين دول تقل، بس عشان انا مستعجله عشان عايزه اخلص. ونرجعه تاني على النار يغلي تاني يبقى كده تمام. بس اغلي نطفي. نجيب بقى الجلاش بتاعنا والصينيه نعمل فيها اللي هتفضل تغلي عشان النار سخنه. ممكن اجيبها كده. نجيب بقى الجلاش طازه، يكون اهم حاجه يكون طازه. خد منه كده كام ورقه عشان انا مش هلحق ان انا الف اللفه كلها بتبقى كبيره. ناخد كده بس على قد ما هنعمل، والباقي لازم يتغطى يا بفوطه يا في كيس يا اي حاجه. تقدري تعمليها صينيه مره واحده، وتقدري تعمليها بقى شكل مختلف شويه كده. ان انا هعملها كده وهحطها فوق بعضها الشرايط دي. فكره السمبوكسه كده شويه، السمبوسك تبقى ايه. على فكره ممكن كمان نحشيه حادق بالطريقه دي يبقى زي السمبوسك. لو في مقص بتاع المطبخ نشتغل بيه نقصه يبقى احسن، بس ما عنديش هنا مقص مش مشكله بقى. الورقه دي باظت مش مشكله، خليها مش هنرميها، نعمل بيها كيكه جلاش. نحط بقى دول كده فوق بعضهم عشان دول اللي هنشتغل بيهم. نجيب بقى كده ورقه اهي وادهنها سمنه. السمنه دي انا حطيت فيها معلقه صغيره بيكنج باودر، نص كوبايه من السمنه على معلقه صغيره بيكنج باودر.
عايزه بقى معلقه عشان نحط فيها الحشو بتاعنا. ونلفها. بس كده، يعني شكل مختلف شويه عن ان احنا نعملها صينيه ونقطعها مكعبات او نقطعها مثلثات، تبقى مختلفه شويه. انا بدخل دي جوه دي كده، فمش محتاجه ان احنا نجيب معلقه دقيق وندوبها في ميه عشان يبقى ده الخليط اللي بنلزق بيه. لا اهي كده، واحطها في الصينيه. كده كده هندهن كمان وشها سمنه دلوقتي. بعد ما نخلص كده هنديها كلها رشه سمنه. نحط بقى المثلثات بتاعتنا، نعمل واحده كمان او اتنين كمان، وبعد كده نخش بقى على اللحمه بتاعتنا. ولو اتبقى وقت اقعد اكمل انا بقى الجلاش بتاعي. عشان انتوا عارفين دايما مفيش دقيقتين ويقولوا لي خلاص خلصنا. الوقت معاكم بيجري بسرعه جدا. نحط الحشوه، ترجع لكم طبعا الكميه، بس المعقول حلو، بلاش تبقى زياده قوي. تقدروا تصغروا المربعات عن كده برضو براحتكم، وتعمل معاكم كميه كبيره جدا، بس هتقعدوا بقى تلفوا فيها يومين بقى لفه الجلاش لما تخلصوها. على فكره لو انا مش محتاجه باقي الجلاش ده هعمل ايه؟ الفه كويس قوي في ستريتش وادخله الفريزر لمره تانية، بس وهو طازه كده، ما سيبوش كتير بره. وممكن نخليهم ورقتين فوق بعض، لو حسينا انها رفيعه قوي ممكن ورقتين على بعض. يعني فكره مختلفه شويه لو جاي لنا حد وحابين نعمل حاجه مختلفه شويه. مش حابين اعملوها بقى صينيه عادي، تجيبي صينيه تدهنيها سمنه، حطي ورقتين جلاش ونديهم مسحه سمنه، بعد كده ورقتين جلاش تانيين ومسحه سمنه تاني، وهكذا لحد ما نوصل لنص اللفه. وبعدين نحط الحشو بتاعنا، وبعدين نحط ورقتين ونمسحهم بمسحه سمنه، وورقتين مسحه سمنه، لحد ما نخلص النص التاني من لفه الجلاش. ونديها ونقطعها، طبعا الجلاش لازم يتقطع قبل ما يدخل الفرن، وبعدين نمسحه بالسمنه وندخله الفرن. تنفع برضو. الشربات بتاع الجلاش هو شربات الكنافه، هو شربات لقمه القاضي. بيبقى كوبايتين سكر على كوبايه ميه، كوبايتين سكر على كوبايه ميه، نحطهم على النار يغلوا. انا هعمله معاكم ان شاء الله عملي قدامكم على الهوا، عشان ينفعكم في كل الحلويات بقى. اغلب الحلويات الشرقيه بتاخد الشربات اللي هو 2 سكر على 1 ميه، ما عدا البسبوسه. والبسبوسه الوحيده اللي بتاخد الشربات سخن وهي سخنه. كل الحلويات تتسقي وهي سخنه، لكن الشربات يكون بارد تماما. حاضر. طريقه البسبوسه: بناخد كوبايتين من دقيق السميد، نحط عليهم نص كوبايه من السكر، 3 معالق جوز هند اختياري، وعليهم معلقه صغيره، نص معلقه صغيره بيكنج باودر. بخلط كله مع بعضه، وبعدين بسيح نص كوبايه من السمنه تسيح فقط وما تبقاش سخنه، وبعدين ادخلها، بعدين احطها قصدي على السميد. كده كفايه عشان نلحق نخلص دول. نكمل. نعمل ايه؟ بحط السمنه بغلفها كويس قوي بالسميد، وبعدين بحط كوبايه زبادي، علبه زبادي اللي بنجيبها دي، ومعلقتين عسل كلوكوز او عسل نحل، ومعلقه ميه.
وبخلط كل الكلام ده مع بعضه، بخلط بس مش بعجن. وبعدين ادخلها الفرن يكون سخن. لازم اخبط البسبوسه الاول، لازم تتخبط كويس قوي على الرخامه كده قبل ما ندخلها. نعم، قبل ما ندخلها الفرن تخش فرن سخن جدا، تطلع تاخد اللون بتاعها، نديها الشربات السخن وهي سخنه. تمام. نطلع فاصل الاول عشان نلحق نحط اللحمه. طيب ماشي، نطلع فاصل صغير نرجع على طول. فاصل ونواصل، اوعوا تروحوا في اي حته. بلاش ويلا بينا نعمل اللحمه بقى. انا استنيتكم مرضتش اعمل حاجه. ممكن نعملها في صينيه على طول، مش لازم في طاسه. انا بس عشان انا مش هعمل كميه كبيره عشان دي هتستوي معايا على الهوا. اللحمه بتاعتنا عباره عن ايه؟ لحمه شرايح اللي هي المفروض تبقى بفتيك يعني عشان تستوي بسرعه، او لو اتخن شويه من البفتيك مش مشكله. لحمه شرايح، بصل كتير بقى، هي مبنيه على البصل. نحط بصل كتير، يعني ممكن على نص كيلو لحمه نحط 4 بصلات او 3 بصلات كبار، وملح وفلفل اسود بس، ما فيهاش حاجه تاني، بسيطه جدا يعني، ما فيش مقادير. تمام. احنا اول حاجه هعملها ان انا عايزه اشوح البصل. فين؟ عشان عايزه ياخد لون الاول وبعدين احمر اللحمه. ممكن ده في طاسه وده في طاسه، ممكن، وممكن كله في حاجه واحده، مفيش مشكله. خليها طيب دلوقتي كده عشان بس انا هنا الاول. وانا بحمر في البصل هنعمل مع بعض الطحينه، معلش عشان الوقت بتاعنا، فهمشي دي مع دي. الطحينه اللي هي بتاعت المحلات، اللي هي الطحينه الكدابه او طحينه المحلات، بتتعمل بايه؟ برغيف عيش شامي. يا ريت ننزل المقادير بالمره. رغيف عيش شامي، ونحط عليه ميه مغليه، كوبايه ميه مغليه او حسب ما هياخد. هنفضل نحط في ميه مغليه لحد ما احس ان العيش خلاص اتشرب، وبسيبه 5 دقايق يطرى. وبعدين بحط عليه كمون وكزبره ناشفه، ولو عايزين تحطوا ليمون او خل يعني ده او ده. وبحط معلقه واحده بس من الطحينه الخام، وبنحط معلقه ثوم مفروم. الكلام ده كله ناخده على الكبه، هنلاقيه ان هو تقيل شويه، فبنحط شويه ميه لحد ما تخف معانا، ونلفها في الكبه ونحطها ونديها رشه نعناع. هنعملها دلوقتي مع بعض. انا بغلي الميه اهو عشان برضو اعملها معاكم واحنا بنعمل اللحمه. اللحمه دي جميله جدا ان احنا نقدمها مع رز محمر، مع رزه ورزه، مع رز اصفر، مع مكرونه مش هتقول لا، مع اي حاجه. ممكن كمان نحط لها بطاطسايه، يعني بعد ما احط اللحمه ممكن احط على الوش كده بطاطس، لانها بتبقى معموله في صينيه مش في طاسه. احطها على وشها بطاطس واديها وش في الفرن كمان. بس انا مش هدخلها الفرن ليه؟ عشان انا عايزاها تفضل طريه، انا مش عايزه اديها وش. لو انتوا بتحبوها ليها وش دخلوها الفرن، انا مش هدخلها. العيش بتاعي اهو، بتاع الطحينه ده عيش شامي. لو ما عندكيش عيش شامي هتعملي بعيش فينو، شيلي الوش بتاع الفينو بس اهم حاجه. الميه بتغلي اهي، هحطها على العيش واقلب واشوف هحتاج تاني ولا لا. هحتاج تاني حبه ميه تانيين. عظيم جدا. نسيبه بس شويه عشان يطرى وينفش كده ويبقى ملوش طعم عيش خالص. صدقوني مش بتبان انها فيها عيش اساسا، زي ما بتاكلوها من بره بالظبط. حابين تدوها بقى بقدونس كمان براحتكم. اهي انا هسيبها بس شويه. هي النار مش، لا مفتوحه بس مفيش خالص. طب ممكن نحط هنا على بال دي ما تسخن، لان دي مش سخنه عشان البصل انا مش عايزاه يبقى صاحي، انا عايزه البصل يعني ياخد لون شويه.
جدتي بقى الله يرحمها كانت بتعملها، بتخلي البصل صاحي، ما كانتش بتكرمله. الجلاش فاضل له ثانيتين بجد فكرنيش عن ثانيتين عشان انتوا عارفين هقلب البصل وهنسى الجلاش. كانت بتشوح اللحمه الاول في الصينيه اللي هتعمل فيها، وبعد ما تشوحها وتاخد اللون بتاعها تقوم حاطه البصل وتقلبهم تقلبتين ثلاثه بس كده مع بعض، وبعدين تحط الميه بتاعتها، حبه بسيطه جدا ميه وخلاص. انا بقى لما بعملها بحب ان انا ادي البصل لون بيفرق. هي تقريبا النار دي خلاص كده مش عايزه تقوم معانا، نشتغل هنا مش مشكله. تمام، نفضل نقلب فيه زي ما قلت لكم، ادوها بصل هتبقى حلوه جدا، لان البصل ده بقى هو اللي هنحطه على الرز وناكله، او نحطه على المكرونه او في عيش. الرز المحمر بعمله ازاي؟ بجيب كوبايه رز او طبعا كوبايتين زي ما انتوا عايزين، المهم كوبايه الرز عليها كوبايه الميه بتاعتها. بجيب الرز الاول بغسله وبعدين بحمره كله في حته سمنه او سمنه على زيت زي ما يعجبكم. بفضل اقلب فيه لحد ما ياخد لون ذهبي، وبعدين بحط الميه واحط له فص حبهان وفص قرنفل، ده اختياري طبعا، بس بيخلي الرز في حته تانية خالص. ولو عندك شوربه اسقي الرز بالشوربه بدل الميه، بيطلع في منتهى الجمال، بيليق جدا مع الاكله دي، بيليق جدا مع الكوسه باللحمه المفرومه، بيخلي طعمها حلو قوي. يعني هديله لسه تقلبتين كمان عشان عايزاه ياخد لون برضو اكتر من كده. العيش بتاعي بقى اهو مفيش، بقى مفروم تماما. احنا كده كده هنفرمه في الكبه فمش هيبان خالص. هحط له حاجته دلوقتي، بس سوي الجلاش. شفتوا بقى عدى ثانيتين وما فكرتونيش، اعمل فيكم ايه بقى؟ بس الحمد لله. نسيبه ثانيه كمان ولا ايه؟ نسيبه ثانيه كمان، بس فكروني ثانيه كمان. المره دي هتفكروني ماشي. ما انا مش هحط اللحمه غير لما اطلع الجلاش بس كده، انا كده ايه مش هنساه. البصل اصلا خد معايا لون حلو اهو. لو عايزين دلوقتي نحط اللحمه نحطها، مش هتقول، لان كده برضو البصل لسه هيتحمر تاني حبه كمان مع اللحمه، فاحنا ممكن نحط اللحمه دلوقتي. وسع لها كده مكان. عايزه بس احط لها حته مكعب زبده كده عشان احمرها فيه، واطلع الجلاش وبعد كده احط. انا فكرت نفسي بنفسي اهو، اطلع الجلاش بتاعنا عشان هو كده حلو، لحسن ننساه اكتر من كده. ونديله الشربات بتاعه زي ما قلت لكم، التقيل بارد، يعني معلقتين. فين الكبشه؟ استنوا لما نجيب الكبشه. معلقتين كوبايتين قصدي سكر على كوبايه ميه، ويغلوا. لازم يبقى العسل او الشربات يكون بارد. هو ده الصوت بقى، هو ده الجمال. عندك اطفال ومش عايزه الحاجه تكون مقرمشه شويه، غطي الجلاش، بس هو الصح انه ما يتغطاش بقى، ونخليه كده نستمتع بالقرمشه اللي من بره دي. عايزه بقى احط اللحم. طبعا الطاسه هديت شويه، عايزه اسخنها تاني. لا والله ما هديتش ولا حاجه. نحط بقى شرايح اللحمه بتاعتنا اللي هي يفضل تكون بفتيك عشان تبقى ما تاخدش سوا معانا. معلش بحب اغير انا الجلوفز بتاعي.
بعد ما مسكت اللحمه. ممكن ما نحتاجش ميه كمان على فكره، يعني نكتفي بان احنا هنشوحه يمين وشمال وهو رفيع اصلا مش محتاج، بس يعني بنحط حبه ميه عشان نتاكد من تمام السوا بتاعنا. احنا كلنا ما شاء الله اسناننا يعني مش احسن حاجه، فبنحتاج ان الحاجه تكون مستويه جامد. طالما خد لون من تحت ومن فوق يبقى انا كده ضمنت ان انا تمام، اقدر بقى اقلب معاها البصل ومبقاش قلقانه من حاجه. واديها فلفل اسود، مش هديه دلوقتي الملح كمان شويه، بس هنديها فلفل اسود. ممكن بقى حبه ميه صغيرين عشان الطعم كله يتجانس بقى مع بعضه ونبقى مطمنين ان اللحمه استوت تماما. لسه شويه اقربها بقى شويه عليا، بس كده حبه ميه صغيرين جدا جدا. فاضل لنا قد ايه؟ تمام، احنا حطينا الميه ونغطيها تشرب بس من بعضها، وهحط الملح دقيقه كمان وهحط الملح. بس احنا هنطلع فاصل صغير، فاصل واحنا هنغطي دي واسيبها تكمل سوا، فاصل ونواصل. اوعوا تروحوا في اي حته. الفاصل حطيناها لها وهي كده تمام، مش محتاجه حاجه تانية غير رشه الملح وخلاص على كده. حابين تدوها بطاطسايه ادوها، مفيش مشكله. البصل ده بقى لما بيتغمس بالعيش او بيتاكل مع الرز او المكرونه بيبقى في منتهى الجمال. نرجع بقى للطحينه بتاعتنا اللي احنا عملنا ايه. ننزل مقادير الطحينه. ماشي، هنحتاج رغيف من العيش الشامي اللي احنا بليناه، وكوبايه ميه مغليه اللي حطيناها عليه، وهنحتاج بقى معلقه كبيره من الطحينه الخام وملح وكمون وكزبره ناشفه ومعلقه خل او ليمون اللي المتاح عندكم، وشطه اختياري ونعناع وبقدونس للتقديم. هنعمل ايه بقى؟ بلينا العيش وخلاص طري معايا اهو وشرب الميه اللي احنا حطيناها له. هنحط الثوم، معلقه ثوم مفرومه كده، وهنحط فلفل اسود وكمون وكزبره وملح والخل، ونحط طحينه، معلقه واحده طحينه عشان برضو ايه الكدبه ما تبقاش قوي، يبقى برضو اسمنا حطينا طحينه. تمام، مفيش حاجه تانية هنعملها غير ان انا هاخدهم على الكبه يتفرموا مع بعض. البقدونس ممكن نفرم معاها كده كام واحده، وبعد كده نحط على الوش من البقدونس. نحط كده، رغيف العيش هيعمل لنا كميه طحينه على فكره كبيره، تقدري تحطيها في علبه في التلاجة وكل يوم بقى جنب الاكل كده تاخدي منها. ممكن وتعمليها بابا غنوج لو عامله كفته مشويه تنفع، جنب فراخ مشويه، اي حاجه تبقى عندك في التلاجة كده طلعي منها. بس كده تمام.
محتاج حبه ميه عشان الكبه تلف معايا، وعشان ما يبقاش قوام الطحينه تقيل جدا. الميه بقى ما فيهاش مقدار، يعني احنا هنحط حبه ميه وبعد شويه نشوف لو احتاجنا ميه تاني نحط. وزي الملح بالظبط، احنا حطينا حبه ملح بس بعد كده ندوق تاني عشان لو محتاجين ملح نحط. القوام حلو جدا، مش محتاجه ميه تاني. وخلي بالكم انها لما بتقعد بتتقل. فلو حابين تخلوها خفيفه شويه عشان لما تقعد هتتقل حبه كمان مفيش مشكله. بس كده. نجيب بقى الطبق نقدم فيها الطحينه. ممكن فين كان في طبق كده بيبقى ماشي، مش مشكله، نحط هنا. ممكن ده والله مش وحش. اللحمه استوت خلاص، احنا هنقدمها. هو ده الطبق اللي بدور عليه، خلاص لقيته. هو احنا اصلا فاضل لنا وقت قد ايه والوقت عدى؟ تمام تمام، هلحق احط اللحمه في الطبق كده. تمام. باقي الطحينه بقى انا هتعامل معاها بعد كده، مش مشكله. المهم ان احنا الطحينه اهي نحط لها بقى رشه نعناع كده على الوش، اختياري، اللي مش بيحب ما يحطش. وقليل من البقدونس كده. بس كده. نحط اللحمه بتاعتنا في طبق. اللحمه خلاص جاهزه وما خدتش اي وقت. لو اللحمه تخينه شويه، اللحمه عايزه سوا شويه، زودي بقى ميه، يعني ما فيش مشكله في دي بقى. نقدر ان احنا نزود ميه. نحط البصل الاول. طيب في يعني ممكن مثلا لظروف ما حد يجيب حته لحمه، هي اللحمه بتاخدش غير ملح وفلفل بس في التوابل. طب ممكن اللحمه اللي انا جايباها مش عجباني ريحتها قوي، او مش متعوده عليها لسه، وعايزه احط لها حبه توابل كمان عشان اقدر ان انا اكلها. طب ايه المشكله؟ حطي حبهان مطحون، حطي بابريكا. مش شرط خالص ان انت تحطي ملح وفلفل بس، حطي لحد ما تتأقلمي وتحسي ان اللحمه تمام مفيش مشكله خلاص. برضو نفس الحكايه في اللحمه المفرومه، برضو حطوا لحد ما تحسوا ان انتم متقبلينها. اللحمه المفرومه كمان ممكن نديها على طرف المعلقه قرفه، ما بتبقاش باينه في الطعم بس بتضيع اي ريحه مضايقاكم. انا عايزه احطها كده الصراحه اهي. بس كده. البصل ده احلى من اللحمه نفسها، هتجربوه يعني بجد هتعجبكم قوي، عشان طعم البصل احلى من اللحم. نديها برضو كده رشه بقدونس كده، ندلعها برضو، ممكن مش على اللحمه نفسها، ممكن حوالين الطبق عشان ما يتضايقوش. ناقص لي ايه بقى؟ اللي احط بس الجلاش في الطبق وخلاص على كده. ينفع اجاوب على سؤال الفول ولا مفيش وقت؟ نجاوب على سؤال الفول. الفول بيتنقع يا جماعه، عشان في ناس تقول لك الفول مش بيتنقع. لا، الفول بيتنقع، اي بقوليات بتتنقع، بس طبعا مش لازم انقعه 24 ساعه. يعني الفول بيتنقع 3 ساعات، 4 ساعات، 5 ساعات، مفيش مشكله. انقعيه وبعدين بنحط معاه فول مدشوش. نص كيلو الفول بياخد ربع كيلو فول مدشوش. عايز تقللي في الفول المدشوش مش هيقول لك لا.
وبعدين طماطمتين متقطعين، جزرايه مبشوره. ده اللون بتاعه، لون بحاجات طبيعيه يا جماعه، ما بنحطش الوان للفول، يعني مش لازم. على فكره الفول اصلا هو بيسود ليه؟ هو كده كده هيفضل زي الفل ولونه حلو معاكي، بس لما بيتعرض للهواء عشان الفول فيه حديد فلازم لونه هيغير، فدي حاجه مش مشكله. المهم هو احنا بنعمله يبقى لونه حلو وفاتح، فاللون الحلو بتاعه بيبقى من الطماطم والجزر بس كده. و3 معالق رز. نحط الكلام ده كله مع بعض في حله وعليه ميه مغليه، ولما بيغلي بنوطي النار ونحط الشياطه ونسيب بقى الكلام ده كله مع بعضه. ونحط نص ليمونه بقشرها، نشيل منها البذر ونحط نص ليمونه ببذرها، بقشرها قصدي، بس من غير بذر، ونحطها يغلي، نوطي النار، نحط الشياطه ونهدي عليه الدنيا. ولازم تكون الميه كتير عشان ما نضطرش نزود ميه بعد شويه، لو احتاجنا نزود ميه نزود ميه مغليه. بس كده خلاص، ده كده الفول اتعمل. اما يبرد بقى ممكن عايزه تهرسيه وتشيليه بقى مهروس جاهز، مفيش مشكله. عايزه تخليه ده بقى حاجه براحتنا. احنا كده خلصنا. انا كده يعني بس ايه، نديهم دلع. عملنا عضة الطحينه الكدابه او الطحينه الاقتصاديه، طحينه المحلات، والجلاش بالكاستر ولفيناه بس لفه مختلفه، يعني تغيير شويه. واللحمه اللي بالبصل تتقدم مع رز مع مكرونه مع عيش زي ما انتم عايزين. كان معاكم شيف مي صيام. يا رب يكون الحلقه عجبتكم، هستنى رايكم ان شاء الله. اشوفكم الحلقه الجايه على خير.